محمود صلاح مين يا ابني اللي انت عايز تجيبه ده؟ محمود صلاح يجي يلعب فين؟ مع كل الاحترام ليه، محمود صلاح، ودلوقتي بتقول انه في لعيب جديد جاي كمان قنبله ودبابه بشريه في نص الملعب كساحه الغام، اسمه جوردان مينديز، بيلعب في الدرجه الثانيه الفرنساوي. ده هيلعب فين؟ التشكيل الاهلي كده يلعب فين؟ وانت جايب اتنين قدام فراوده محترفين، بن جديده وبقرار. غير انت جايب اقطاي عبد الله، وجايب علي محمود. الناس دي كلها انت هتجيبها وتركنها؟ هو تشكيل النادي الاهلي هيكون ماشي ازاي؟ هو انا قاعد بلم في لعيبه وخلاص، وفي الاخر بيقول لك بيتكلموا اكرم توفيق. الاكرم توفيق رايح بيراميدز، مش هيجي لكم ابدا اصلا. وفي كلام طالع تاني بيقول لك عايزين يرجعوا مش عارف اسمه ايه دوت، احمد عبد القادر. يا عم انا مش عايزين نرجع، مش ناقص، احنا مصدقنا مشيناه. هيروح بيقول لك مضى بيراميدز كمان بالمناسبه 4 سنين. طيب هو تشكيل الاهلي هيبقى مين؟ هيلعب ازاي يعني؟ يعني عندك محمد هاني وبالعمري، وسيبك من الاثنين المساكين دلوقتي اللي غالبا ياسر ابراهيم هيكمل، راجل طيب ومحترم وهيكمل، وجنبه هادي رياض. هيجيبوا مساك تاني على عمرو الجزار يبقى ايه احتياطي معاهم. تمام. خط الوسط بقى اللي هيبقى مليان، خط الوسط والجناحين. ده انت عندك خط الوسط هيكون فيه مروان وامام والراجل الجديد اللي هيجي دوت، ومطلع مساعد كباكا. كل الناس دي هتروح فين؟ طيب ماشي يا سيدي، الدوري عندنا دوري وكاس وي 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 وي. طب تشكيلة الاهلي هتكون ماشيه ازاي؟ انا لما بجيب محترفين من بره، لازم هم يلعبوا الاساسي وتشكل عليهم باقي الفرقه. لازم الفرقه التانيه انت بتحط مثلا، جاب عندك 5 محترفين يبقى هم الثابتين، وتلعب الباقي يمين وشمال، لكن هم دول الاساسيين ما تفكرش فيهم. طب دلوقتي انت تلعب بفرودين ولا فرود واحد؟ ولا تجيب واحد هتلعب مثلا بقرار الفرود، وبين جديده يقعد يجري وراه 9 ونص، والطرف على الجناح. طب انت عندك جناحين فيها قد ايه؟ عندك جناحات ولا ما عندكش ولا هنجيب تاني؟ طب خط الوسط هيبقى فيه مين؟ طب هو قاعد مروان عطية قاعد ولا هيمشي؟ طب مروان عطية لما بيقعد هيلعب جنبه امام عاشور. طب هتجيب الراجل الافريقي الدبابه ده وتيجي يلعب جنبه، هتلعب بثلاثه؟ هتلعب بثلاثه يعني هيلعب جنب مروان، يرجع تاني نحط امام عاشور نرميه في الجناح الشمال تاني؟ طب انت عندك محمد عبد الله، هقول هنلاعب واحد فيهم. طب حامد اقطاي وعلي محمود الجامد اللي جاي ده، وعندك اتنين فراوده، وغير انت عايز تجيب كمان محمود صلاح. طب ايه الزحمه دي كلها؟ ماشي، انا اعرف ان في واحد هتجيب فرق اساسي والبديل بتاعه يكون جاهز، اساسي وبديل، بس انت كده بتجيب الاساسي والثلاثه بدل ليه؟ انت بتشتري ناس ما بتحتاجهاش. انا عندي اطلع 2 3 صغيرين كمان اتحطهم في الزحمه دي، كده كده هم مش هيلعبوا. اللي بالله هتحطهم في كاس الرابطه تاني؟ ولا الناس دي انت بتجيبها علشان تبقى بعد كده تدخلها مع زد بقى وسيراميكا كليوباترا، لو حد فيهم ظهر تبدل معاه تاني ولف بينا يا دنيا؟ والله انا مش عارف. المهم الاهلي انا شايفه مقصر قوي في الباك الشمال والباك اليمين، الا لو هو بيعتبر، انا مش يعني كريم الدبيس هيرجع. راجل كريم الدبيس طلع اعاره، والجمهور الاهلي ما كانش مقتنع بيه وكان بيزوم عليه. ما لعبش غير حلو، بس غير في طريقه 3-4-3 اللي ظهر فيها، اللي كان بيطلع طاير قدام. لكن في الناحيه الدفاعيه كان طيب قوي في الدفاع، ما بيشوفش. الاهلي طلعوا سيراميكا